السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جبتلكوا كده طريقة عمل الكيكة بطعم البرتقال في دقيقتين بس مش اكتر. اول حاجة جبنا مع بعض في الخلاط 3 بيضات وعليهم كوبايتين لبن وكوباية ونص من السكر وتذكرة فانيليا، وضربناهم كويس في الخلاط ومعاهم قشر من البرتقال. ضربناهم كويس في الخلاط لحد السكر ما داب والمكونات كلها. بعد كده صفيناه بالمصفى زي ما انتوا شايفين كده عشان نطلع منه قشر البرتقال. لو مفيش قشر برتقال ممكن قشر سفندي عادي اهو. صفيناه لحد ما طلعنا منه القشر خالص. بعد كده بنفس الكوبايه اللي عبرنا فيها اللبن والسكر هنعبر حوالي 4 كوبايات من الدقيق وننخلهم كويس كده على البتاع. طبعا ما ننسوش برضو حطينا كوبايه الا ربع من الزيت مع اللبن والسكر في الخلاط، ونفضل نقلب الدقيق مع المكونات كده. طبعا لو الكمية عايزت معاكي دقيق تاني ممكن تضيفي. بعد كده حطينا ورقة من محصين الكيك ومعلقة من البيكنج باودر ونقلب كويس الخليط مع بعضه كويس كويس كويس. بعد كده نجيب المصفى بتاعتنا ونصفيه كويس. هذا السرفيس بتاعنا اللي هنعمل فيه الكيكه، دهناه بالزيت ورشينا فيه رشة دقيق. بعد كده صفينا منه برضو الخليط بتاعنا بالمصفى ودخلناها الفرن على نار حامية والنار متوسطة من تحت خالص، هادية خالص، وسيبناها حوالي ساعة الا تلت في الفرن وطلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب الفيديو يكون عجبتكم ويكون خفيف عليكم. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم مش هتندموا. واوعي تنسي تحطي معلقة الخل في المكونات على الخلاط وانتي بتحطي الزيت والسكر. معلقة الخل مهمة جدا جدا جدا.